حلت غضب كبيرة من صفوف جمهور النادي المصري البورسعيدي بعد التصريحات اللي أتلى بها لاعب النادي الأهلي الشاب كريم الدبيس من خلال حوار مع أحد صحفيين موقع يلا كورة. كريم الدبيس قال في كلامه إن هو قبل ما يمضي في الأهلي كان جاي له كذا عرض ومنهم النادي المصري. قال بالطبع ما كنتش هوافق، مستحيل ان انا اوافق العب في النادي المصري، لو هقعد في بيتنا مش هلعب في النادي المصري. وده اللي اعتبره جمهور النادي المصري ان ده اهانه كبيره لفريق كبير مثل النادي المصري البورسعيدي، وده اللي سبب حاله غليان كبيره من جمهور النادي المصري، لانه اعتبر اهانه لاسم وتاريخ النادي المصري. النادي المصري اللي عمل نجوم كتير للمنتخب المصري، مستحيل انه يقبل لواحد لاعب شاب لسه بيحط رجله في الملعب انه يهين اسم وتاريخ النادي المصري البورسعيدي. اي لاعب دلوقتي عايز يكسب ود جمهور النادي الاهلي بيتجاوز في حق النادي المصري، النادي اللي لاعب ليه اساطير كتير، اساطير في مصر وافريقيا زي الدسوقي ومسعد نور وعبد الرحمن فوزي صاحب اول هدف عربي في كاس العالم، وجمال جوده واينو محمد بدوي وابراهيم المصري وعادل عبد المنعم ومسعد نور وفقوسه والسنجة وغيرهم كتير. تاريخ نجوم العصر الحديث. انت مين اصلا علشان تهين اسم النادي المصري؟ ما تقعد في بيتك. خلي بالك اللعيب اللي بتبقى اخلاقه بالشكل ده نفسه بيبقى قليل في الملاعب. النادي المصري فريق كبير وشرف لاي حد ان هو يلعب في النادي المصري وفي بورسعيد. بعد تصريحات كريم الدبيس لاعب الاهلي وتجاوزه في حق النادي المصري، حصل هجوم كبير من جمهور النادي البورسعيدي من خلال التعليقات على الفيديو، ودوت اللي خلى صفحة يلا كورة تمسح الفيديو. بتمنى من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يكون عنده رد فعل قوي ضد هذا اللاعب بعد التصريحات المهينة للنادي المصري البورسعيدي.